السلام عليكم حبيباتي حبابي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ديالي بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبت لكم ميني بطبوط بطريقه سهله، كيكون رطب وخاوي من الداخل ومفشفش، بمكونات مضبوطين وساهلين. غنديروا زلافه ديال السميد دقيقه اللي كنستعملوها في الحرشه، وزلافه ديال الفورص، وكنضيفوا معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه كبيره ديال السنيده وشويه د الملحه. كنخلطوا المكونات بيدينا شويه، من بعد كنضيفوا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون هي اللي كتخلي لينا داك البطبوط كيكون رطاب وهشيش. من بعد ما نضيفوا هاد المكونات كاملين، كنخلطوا العجينه ديالنا بماء يكون دافي، كنعجنوها مزيان، كنخليو العجينه ديالنا تكون رطبه شويه، ما تكونش قاصحه، ونغطيوها بالبلاستيك تقريبا 10 دقائق 15 دقيقه حتى كتخمر وتضاعف الحجم وكيتضاعف الحجم ديالها. هنا كما لاحظتوا غنغطيه من بعد ما عجنتها مزيان، غنغطيها بالبلاستيك. هنا كما لاحظتوا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها، غنعاود نحركها شويه، نحيد من هذاك الهواء اللي فيها، وغنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق ديال الفورص. اولا قبل ما نرش غنقسم العجينه ديالي على جوج ولا على 3 على حسب شحال ما بغيتو نتوما، باش تجيكم سهله في التدلاك. نحطها على جنب، نغطيها بالبلاستيك، ما نخليوهاش هكاك عريانه، ونرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق ديال الفورص باش ما تلصقش لينا العجينه ديالنا. صافي، وندلكوها فوق سطح العمل بالدلاك مزيان حتى كتكون كلها بواحد الحجم، ما تكونش جهه غليظه جهه رقيقه. المهم حتى كنرققوها مزيان، وكنبقاو نرققو ونقلبو ونرشو الدقيق باش ما تلصقش لينا. كما لاحظتوا راني رققتها كلها بحال، ما كايناش جهه رقيقه وجهه غليظه. من بعد كنهزو اي قطعه بغينا نقطعوا بها العجينه ديالنا، سواء دوائر سواء مربعات، كنقطعوها وكنحيدوا دوك الجوانب، كنجمعوهم عاوتاني ونغطيوهم ونحطوهم في الاناء ونغطيوهم بالبلاستيك. صافي، كنهزو البطبوطات ديالنا، كنديرهم في شي زيف ونغطيوهم، كنخليوهم عاوتاني حتى كيخمروا. كما كتلاحظوا راني كنهزهم بالموس باش حتى الا كانت لاصقه ليا شي وحده كنحيدها بالموس. من بعد ما خمروا ليا غندير المقله ديالي حتى كتسخن مزيان، نديرهم في المقله وكنخليهم حتى كيجمدوا، حتى ملي يجمدوا لينا عاد نقلبوهم. وملي نلاحظوا شي وحده كيخرج منها النفس، نضغطوا على ديك البلاصه فاش كيخرج النفس باش تنفخ لينا، نبداو نقلبوهم شويه بشويه حتى كيطيبوا لينا. من بعد ما يطيبوا نحلوهم كاملين، عاد نحتفظوا بهم في المجمد. وبالنسبه اللي بغات تخليهم ديرهم في المجمد، طيب وما ما طيبهمش بزاف، طيبهمش مزيان باش ملي تبغي تسخنهم يجي ديك الساعه يجي هاد الطياب هو هذاك. صافي، من بعد ما نساليو او ما كيجيو خاويين من الوسط، ما فيهمش العجينه وكيجيو رطبين وبصحه والراحه. ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتخليو لي جيم وتبارطاجيو الفيديو، وبصحه والراحه.